الدكتور محمد عبد الجواد عن مجال الصحة. ولد الدكتور محمد عبد الجواد في الإسكندرية عام 1981. حصل على بكالوريوس الطب والجراحة العامة من كلية الطب جامعة الإسكندرية عام 2004، وحصل أيضاً على ماجستير أمراض الكلى والبطنة من كلية الطب جامعة الإسكندرية، ثم حصل على دكتوراه أمراض الكلى من كلية الطب جامعة المنصورة. وحديثاً حصل على البورد الأوروبي لأمراض الكلى الذي يمنح من الجامعة الملكية بإنجلترا ومن الجمعية الأوروبية لأمراض الكلى. الوظائف الحالية: يشغل الدكتور محمد عبد الجواد مدرس أمراض الكلى في كلية الطب جامعة الجيزة الجديدة بالقاهرة، واستشاري أمراض الكلى بمستشفى أبو قير للتأمين الصحي بالإسكندرية. النشاطات التعليمية: أسس الموقع التعليمي لأطباء أمراض الكلى نفروتيوب، الذي تتضمن مجموعته على السوشيال ميديا أكثر من 14,000 طبيب كلى من جميع أنحاء العالم. النشاطات العلمية: عضو اللجنة العلمية للجمعية الدولية لأمراض الكلى، ونائب رئيس لجنة الجمعية الإفريقية لأمراض الكلى للتحسين والتطوير الإعلامي والتعليمي للجمعية الإفريقية لأمراض الكلى، وعضو الجمعية المصرية والجمعية الدولية والجمعية الإفريقية والجمعية الأمريكية لأمراض الكلى. وتم اختياره حديثاً كممتحن للزمالة المصرية لأمراض الكلى من قبل اللجنة المنظمة للامتحانات الدورية للزمالة المصرية لأمراض الكلى، التي تؤهل أطباء الكلى لدرجة الأخصائي والاستشاري. الجوائز والتكريمات: حصل على العديد من التكريمات، أهمها الحصول على جائزة أفضل محاضر في عام 2013 من مركز أمراض الكلى والمسالك البولية بمحافظة المنصورة. المؤتمرات والأبحاث العلمية: شارك الدكتور محمد عبد الجواد في العديد من المؤتمرات الدولية والمحلية، حيث ألقى 154 محاضرة في مؤتمرات مختلفة بداية من عام 2009 وحتى الوقت الحالي، وله العديد من الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية الطبية الخاصة بأمراض الكلى، منها المحلية والدولية.